مواجهة نارية تجمع ريال مدريد وإي سي ميلان مساء هذا اليوم ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا على أرضية سانتياغو برنابيو، ونستعرض معا أبرز الأرقام. 15 مباراة جمعت ريال مدريد وإي سي ميلان ضمن دوري أبطال أوروبا. فاز ريال مدريد في 6 مباريات، فاز إي سي ميلان في 6 مباريات، وتعادلوا في 3 مباريات. سجل ريال مدريد 25 هدف واستقبلت شباكه 24 هدف فعليا. أما عن تاريخ المواجهات بين ريال مدريد والأندية الإيطالية فقد تواجهوا في 83 لقاء. فاز العملاق الإسباني في 46 لقاء، خسر 26 وتعادلوا في 11 مباراة. سجل 138 هدف واستقبلت شباكه 98 هدف. أما عن تاريخ المواجهات بين ريال مدريد والأندية الإيطالية على أرضية سانتياغو برنابيو ضمن دوري أبطال أوروبا فكانت 39 لقاء. فاز ريال مدريد في 29، تعادل في 3 وخسر 7. فعليا لقاء اليوم لديه خصوصية كبيرة بين ريال مدريد وإي سي ميلان، لأنه بيجمع أكثر فريقين حققوا البطولة عبر التاريخ. 15 لقب لريال مدريد، 7 ألقاب لإي سي ميلان. فعليا كمان تقارب الأرقام بين الفريقين على مستوى عدد الانتصارات لكل فريق، وكمان عدد الأهداف المسجلة في شباك كل فريق كما استعرضنا في بداية الفيديو. هذا بيصنع خصوصية كبيرة جدا. أما أيضا كمان عندنا خصوصية كبيرة بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي اللي صنع الأمجاد على مستوى الفريقين وحقق 5 ألقاب له كمدرب عبر التاريخ، 3 مع ريال مدريد، لقبين مع إي سي ميلان. بالتالي يخوض كارلو أنشيلوتي مباراة داخل المباراة. أما عن وضعية الفريقين مساء اليوم فريال مدريد في المركز 12 لديه 6 نقاط من 3 لقاءات، يحتاج إلى الفوز من أجل الضغط على ليفربول متصدر الترتيب ب9 نقاط. أما بالنسبة لإي سي ميلان يسعى إلى تحقيق الفوز من أجل تحسين مركزه، حيث يقبع في المركز 25، يحتاج إلى الفوز من أجل الوصول إلى المراكز 8 الأولى ومحاولة التأهل المباشر إلى المرحلة القادمة من دوري أبطال أوروبا. بالتالي مباراة ممتعة جدا إن شاء الله للجميع.